السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم علينا كلنا. الأهلي وزاد وتعادل مخيب الآمال قد يبعد المارد الأحمر عن المنافسة عن الدوري. الأهلي النهارده بيضيع كمية فرص، لو في توفيق 50% فقط الأهلي يكسب سكور بالسريع. لعيبة بتضيع كور بغرابة زي طاهر محمد طاهر في الشوط الأول، هو لوحده، هو علي نص، هو الجول صد منه كورتين متتاليتين كمان. آه محمد شريف الدقيقة 90 لوحده حط كرة في العارضة بدماغه، تريزيجيه كرة في العارضة تاني. للعلم تريزيجيه لازم نديله حقه، لأنه اللاعب الوحيد اللي يستحق إن نقول له إن النادي اللي تريزيجيه أنا حسيته مسجل هدف سجله بقلبه قبل ما يسجله برجله. الأهلي النهارده عمل ماتش كبير، مش ماتش سيء يعني. تورب عنده أخطاء كتيرة، يعني تورب إدارته الفنية للمباريات الفترة الأخيرة ما اديهاش 5 من 10. تورب ما عندوش حلول، ما بيخلقش حلول هجومية، ما بيتكلمش مع اللعيبة. بحس ان اللعيبه يعني شايفين نفسهم انهم هم اكبر مدرب. يعني اللعيبه دي محتاجه مدرب بشخصيه قويه. كولر يعني كان فيه الهول عن طرق قدام ده ماتش الترجي، هنعمل ايه؟ الترجي هيجي يلعبك بنفس الكلام، تكتلات دفاعيه برضه، حتى على ارضه هيلعبك على المرتدات. الفرق زي زد والفرقه دي بتيجي قصاد الزمالك وبيراميدز بيفتحوا الملعب عادي جدا، لكن قصاد الاهلي لا. انا هقفل لك ورا، هركن الاتوبيس وهلعب لك على المرتدات بس. الاهلي دخل في جول النهارده، يعني خطأ دفاعي بحت. بعد كده الاهلي تسيد المباراه كلها، ضيع كور كتير. كرة طاهر اللي قلنا عليه في الشوط الاول ده غير الوابل من الكور. غير تصويبة امام عاشور اللي صدها علي جلويجي بيه بجول. دفاع زاد النهارده كان قالب على بارزارو وكلينو وليستا والحاجات بتاعت ريحه الحبايب الدفاعات الايطاليه دي. طبعا النادي الاهلي آه يعني ضيع من ايده نقطتين. النهارده بيراميدز والزمالك هيلعبوا لأجل الصدارة، اللي هيكسب فيهم هيبقى ده متصدر لوحده، بالتالي هيبقى نفس النقاط مع الأهلي. إذا تعادلوا الفريقين ده لمصلحة النادي الأهلي، هيبقوا فارق نقطة هما الاثنين عن الأهلي فقط. الدوري السنة دي مشتعل، دوري قوي جدا، دوري كنا نتمناه من زمان. هنشوف هيحصل إيه. في تركية حلوة كده لجمهور النادي الأهلي، إن ممكن يكون هدف التريزيجيه ده هو هدف الدوري. طب هتقول لي إزاي؟ هتفكرنا بهدف احمد رضا في مرمى بيراميدز بتاع التعادل 2-2، الهدف اللي اهدى الاهلي الدوري. نرجع لكلامي، ان شاء الله الاهلي في النهايه بطل الدوري ونشوف دوري تنافسي حتى يحسب بفارق هدف او بفارق نقطه. هنرجع لكم بعد مباراه بيراميدز والزمالك. لا تنسى لايك الفيديو واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.